اليوم معنا طريقة تفصيل وخياطة ريدو تاع بوتاجي، جبتها لكم بطريقة مبسطة وسهلة. أول حاجة تحكمي المتر غيبون وتروحي تقيسي الطول تاع البوتاجي تاعك، ومن بعدها الارتفاع هو اللي نحتاجوه، كاين يجي قصير وكاين يجي طويل وتاني حسب الرغبة. بعد ما تاخدي هذاك الارتفاع تروحي هنايا عند الريدو تاعنا كيما راه مطروح في الأرض. طول ما يهمناش الطول، تدي القياس اللي حبيتي، لكن في الارتفاع تدي قد ومن بعدها تزيدي في القماش حق 10 سنتيمتر، خاصة اللي يحبوا يديروا لا تخانقل بلا لي زانو، ونحكموها بلي زيبانغل بهذا الشكل على كامل الريدو تاعنا. بعد ما نديروا الكفة بيان سور، وبعد ما حكمناه بلي زيبانغل راح ناخذوه لآلة الخياطة ونخيطه في العادي. وما تنسوش دائما التثبيته في الامام والتثبيته في الخلف وفي النهايه يعني. وكل ما تخيطوا نحوا الدبابيس. بالنسبه للدبابيس الاتجاه تاعهم كما دائما نفهمكم ونوصيكم يكون افقي ماشي عمودي باش ما ينكسر لكمش الابره. كل ما نخيط كل ما نعاود القماش تاعي ونحي لي زيبانغ. نخيط وحده وحده. وصلنا للنهايه. شوفوا النتيجه كي تحكموا بلي زيبانغ وتخدموا بلي تكنيك تاع وحده خياطه محترفه، اكيد راح تخرجوا بنتيجه ترضيكم. عجبكم الشورت واول مره تشوفوا القناه ما تنسوناش ابوني جيم كومونتير. شكرا.